والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والمرازيق بخير، كل سنة والجيزة بخير. إن شاء الله الأيام اللي جاية تكون أيام أحسن على مصر وعلى الجيزة وعلى المرازيق وعلينا كلنا. فعلا أول لقاء أعمله على مستوى الريف في مصر المرازيق، أول قرية أتشرف بزيارتها هي قريتكم، لأن الكلام اللي اتقال وتاريخ الرئيس السادات رحمة الله عليه معاكم وعلى الخط هنا عندكم من أيام الأربعينات، تاريخ يقول إن إحنا مش جايين قرية، إحنا جايين مصنع رجالة اللي يقف قدام الملك ويساعد الضباط الغلابه اللي كانوا هربانين. ما هماش ناس يعني هنقول فلاحين غلابه، لا نقول مصنع رجاله. فانا وان كنت النهارده جاي بتكلم معاكم وجاي بزوركم وعندي امل في بكره، مش هتكلم معاكم عن امبارح ولا عن اللي حصل امبارح، وهنقعد نقول احنا قلنا وقت ما كانش حد بيقدر يقول، واتكلمنا وقت ما كانش فيه شنب في مصر يقدر يتكلم. يعني النهارده خلينا نتكلم في بكره، خلينا نتكلم فيكم انتوا، نتكلم في المواطن المصري، المواطن المصري اللي بيقول كفايه كده بقى عاوزين نعيش، كفايه كده بقى عاوزين نعيش بكرامه، كفايه اللي احنا شفناه. هو احنا زينا مش زي غيرنا؟ هو احنا مش من حقنا ان احنا نعيش؟ مش من حقي ان انا اشرب كوبايه ميه نظيفه؟ مش من حقي ان انا يبقى عندي مجاري؟ مش من حقي ان انا الكهرباء تبقى عندي مرتاحه؟ مش من حقي يخش الغاز عندي بدل ما يودوه اسرائيل؟ طب ما يدخلوا لنا الغاز هنا بدل ما احنا محتارين ومش عارفين نجيب انفسنا. هل احنا لما نتكلم ونقول ان احنا مش من حقنا ان احنا نعيش، هو الكلام ده كتير علينا؟ هو كتير علينا ان احنا نعيش؟ اللي اقدر اقوله يا سيادنا ان حزب مصر القومي، هذا الحزب هو حزب الشعب، لا احنا تنظيميين ولا احنا من اصحاب المليارات، احنا زيكم بالظبط. خدنا البلهارسيا واحنا صغيرين، وخدنا حقن التترا للجماعه العواجيز اللي فاكرين حقن التترا، دلوقتي حبوب. كل هدفنا مصر، كل هدفنا المصريين. مبادئ الحزب بتخلص في 3 كلمات. ما احناش حزب جايين نتكلم كلام تخين ولا نقول كلام الناس ما مش فاهماه
ولا احنا جايين من التشهير. انا لو مش جاي من البيت في مصر يعني كان زماني جاي بالجلابيه، لكن هي الظروف جت كده فهنمشيها. حزب مصر القومي قايم على 3 كلمات: السلام، والسلام ده بيننا وبين بعض الاول، لازم نرجع نحب بعض، لازم نرجع نخاف على بعض، لازم لما الواحد فينا يجي معدي على جماعه يقول السلام عليكم، لازم لما الواحد فينا يلاقي اخوه في مشكله يقف مع اخوه. السلام، ما نفكرش في الاذيه. بالبلدي كده نعصر الصخر نعصره عشان ننزل شويه حب، عشان نعرف نعيش مع بعض. تاني حاجه الديمقراطيه. احنا شبعنا تزوير، وشبعنا لعب في الصناديق، وشبعنا تقفيل صناديق، وشبعنا تدخل الداخليه، وشبعنا. خلاص اصبح من حقنا بعد ثوره 25 يناير ان احنا نعيش بحقه حقيقي، نخش انتخابات بحقه حقيقي. اللي احنا عاوزينه هو اللي ينجح، واللي احنا مش عاوزينه خلاص. المبدأ الثالث ان احنا نعيش ونعيش بكرامة. عاوزين نعيش بكرامة. قعدنا مدة كبيرة عايشين ملهيين في لقمة العيش والكرامة راكنينها على جنب. لا بقى من حقنا ومن حق كل واحد فينا، ومحدش له فضل علينا في حاجة. من حقنا ان احنا نعيش بكرامة زينا زي خلق ربنا. روحوا اي بلد في الدنيا تلاقي الشعوب هناك عايشة بكرامة. انا كنت هناك في قطر الاسبوع اللي فات. امير دولة قطر ملوش صورة في الشارع، ملوش صورة. فانا بقول لهم والله هو الامير بتاعكم هنا مش حاطط صور كتير ليه؟ قالوا لي احنا حاطين صوره جوه جيبنا. اتاري صورته على الفلوس. قالوا لي الصوره جوه جيبنا. اعلق له صوره ليه؟ ما في جيب. عايشين حلو، ما عندهمش مشاكل، موفرين لهم كل حاجه، حتى اللي ما بيشتغلش اول الشهر يروح ياخد ظرف محترم يعيش حلو، يركب عربيه حلو، عيان يروح يخش يتعالج في احسن مستشفى، عياله في احسن مدارس. مسؤوليه الدوله. مفيش ولا تنفيذ قضايا ولا ضرب ولا معرفش ايه الكلام اللي احنا بنسمع عنه كنا في مصر دوت. خلاص الناس كلها عايشه. فاللي انا جاي اقوله يا رجاله عاوزين نعيش. استوينا. عاوزين شويه ديمقراطيه، شويه سلام، شويه كرامه، شويه احترام، عشان الشباب اللي هو اللي موجود معانا ده بتاع بكره. هم دول اللي هيحكمونا. في منهم عضو مجلس الشعب، منهم الوزير، منهم رئيس الجمهوريه. الطقم اللي انتوا شايفينه قاعد في الاول هنا ده بتاع امبارح وبتاع النهارده. الدور والباقي على بتوع بكره. هيعملوا ايه بكره؟ اما كناش احنا نجهز الشباب ده عشان بكره يبقى احنا غلطانين. لان شباب مصر عمل ثوره ولا في الخيال، ولا في الخيال. اللي حصل في 25 يناير ده ما كانش في حد يحلم بيه، ومفيش واحد يقول لكم انه كان متخيل انه هيحصل. لا، عاوزين نعيش. حزب مصر القومي حزب الناس الطيبين، الشعب الطيب. لا احنا بتوع مليارات ولا احنا تنظيميين. احنا رافعين شعار دولة العلم والإيمان عشان يبقى الكلام واضح. شعارنا ان احنا عاوزين مصر تنهض، تحصل بقية البلاد. هتحصل بقية البلاد بايه؟ هنتقدم بايه؟ بالعلم والإيمان. الإيمان
به سبحانه وتعالى. فيه سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى اللي امره يدور بين الكاف والنون. خدوا بالكم 25 يناير دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، زي أكتوبر 73 لما عبرنا وكان سلاحنا إيه؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللي عبرنا بيها القناة ودخلنا على اليهود كلناهم. لأول مرة اليهود يطلعوا يجروا، لأول مرة اليهود ياكلوا عنها. ليه؟ الله أكبر. 25 يناير آية من آيات الله، وده معناه إن ربنا سبحانه وتعالى باصص لمصر وما تهونش عليه مصر أبدا وشعب مصر. مصر سيدنا يوسف، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما وصاش اللي علينا احنا. ما قالش خدوا بالكم من حد ولا خير واجناد ولا الا على مصر. مصر ليها مكانتها. احنا اولاد مصر لازم نكون على مستوى المسؤولية دي، واحنا الحمد لله رب العالمين كلنا ناس غلابة، اولاد ناس غلابة. وزمن البشوات عدى والبهوات والمليارات والأوانطة، الزمن ده عدى. ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم وشكرا لله.